بنعمة المسيح وبإرشاد روح الله نأخذ بعض التأملات الروحية حول الصليب وغفران الخطايا. الصليب وغفران الخطايا. في هذه الأيام المباركة بتجمع كنيستنا القبطية حصادها الروحي لتكون لنا المؤونة الروحية التي بها نشبع ونرتوي، فلا نعود نعطش أو نجوع للعالم ولا للأشياء التي في العالم. في هذه الأيام المباركة ينبع لنا ينابيع التأملات الروحية العميقة، والتي تدفعنا دائما إلى التوبة والرجوع والعودة إلى الله، بل إلى عمق العشرة مع الله، لأننا نتذوق طعم محبة الله الذي أحبنا فضلا، أحبنا نحن خاصته حتى الموت، موت الصليب. والصليب هو القالب الذي يوضع فيه الكتاب المقدس بعهديه، فالعهد القديم نبوات عن الصليب، والعهد الجديد تحقيقا لعمل الصليب والكرازة به. لذلك كل التأملات الروحية والدروس الروحية كحلقات مترابطة معا تدور حول محور واحد مركزه الصليب. الصليب جسم لنا محبة الله وقدمها لنا في أسمى وأعمق وأعظم صورها، فليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد ذاته لأجل أحبائه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الصليب مشيئة الآب ومسرته. يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لا تكن إرادتي بل إرادتك. فسر الآب أن يسحقه بالحزن، فإن كان الله لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا، فمشيئته أن يرجع الخاطي ويحيا من موته. لذلك كانت مشيئة الآب أن يأخذ الابن الموت عنا ويسحقه بالحزن على الصليب. الصليب كان مجد الابن، كما هو مكتوب أن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، أي صلب بعد. الصليب هو عطاء الروح القدس، فالروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطينا، والرب يسوع أعطانا كل شيء على الصليب. أعطانا الحب والخلاص والفداء والغفران. لذلك الروح القدس حينما يعطينا مما للمسيح إنما يعطينا ما في الصليب، لكي نصير نحن بعطاء المسيح الذي في الصليب. الصليب فخر القديسين، كما يعبر معلمنا بولس: فحاشا لي من قبل الرب أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح،
الذي صلب به لي العالم وأنا للعالم. الصليب تهليل المفديين، رآه يوحنا الحبيب، رأى المفديين وهم يسبحون ويمجدون الرب في السماء. مستحق أنت يا رب كل كرامة وكل مجد، لأنك ذبحت واشتريتنا بدمك. لله أبيك من كل أمة ومن كل قبيلة ومن كل لسان. الصليب قوة غيرت مجرى حياتنا، قوة محولة، حولت الموت إلى الحياة. بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. حولت اللعنة الزمنية إلى بركة أبدية. حولت الخطية إلى بر، والعداوة إلى محبة، والظلمة إلى نور. فالذي قال ليشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة قلوبنا في معرفة الله في وجه المسيح. الصليب هو المعبر اللي بنعبر عليه. وضع عليه المسيح الذي هو فصحنا الذي ذبح من أجلنا، لكي نعبر نحن عليه من حياة الذل والعبودية إلى حرية مجد أولاد الله. ينابيع من التأملات الروحية تنبع من الصليب، كلها تتركز حول عمل الفداء والخلاص وغفران الخطايا. فالصليب هو المذبح الذي ذبح عليه حمل الله، الرب يسوع الذي يحمل خطية العالم كله، لكي يقدم لنا ذاته ذبيحة لخلاصنا وفدائنا وغفران خطايانا. عشان كده لما نقول الصليب ينبع منه ينابيع التأملات الروحية، فكل التأملات الروحية وكل محور الكتاب المقدس يدور حول غفران خطايانا، فدائنا وخلاصنا الذي أتمه الرب إلهنا على الصليب. وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وعلى الصليب تخضب جسد الرب بدمه الكريم، لأن دم الرب يسوع تفجر من كل جزء من أجزاء جسمه، من يديه، من رجليه، من جنبه، من جبينه، من رأسه. كان غسل جسدنا الذي حمله الرب يسوع الصليب. فالقديسة العذراء مريم أعطت للرب يسوع ناسوتا أي جسدا. هذا الجسد عينة من كل جسد البشرية، عينة مننا نحن جميعا على مر كل الأجيال. حملنا المسيح فيه على الصليب، وبدمه الزكي الكريم غسلنا من خطايانا ليغفر لنا آثامنا. العذراء مريم لما أعطت للرب يسوع الجسد الذي صار متحدا بلاهوته، كان هذا هو الجسد كل البشرية مجتمعة معا ليحملها هو على صليبه.
فيغسلنا بدمه الزكي الكريم. فإذا كان دم تيوس وعجول يطهر للجسد، فكم بالحري دم يسوع المسيح الذي بروح أزلي يطهر ضمائركم من الأعمال الميتة. عشان كده صار الصليب عنوان لغفران الخطايا، لأنه على الصليب دفع الرب حساب خطايانا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية كفارة لخطايانا، ليس خطايانا بل خطايا العالم كله. زي ما بنصلي في صلاة القسمة ونقول وطعن في جنبه بالحربة فخرج منها دم وماء، غفرانا لخطايا العالم. وعوض الخطية التي في العالم مات الابن بالصليب ليحمل عنا خطايانا ويغفر لنا كل آثامنا. هناك عند الصليب وقف الرب، وكانت أول عبارة يقدمها لله الآب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كانت أول عبارة هي علة تعليق الرب يسوع على الصليب. لهذا أنا أتيت، ولهذا أنا ولدت، لهذا أنا صرت في الصورة كإنسان آخذ صورة عبد، وأطعت حتى الموت، موت الصليب. لماذا؟ لأقدم الغفران والخلاص والفداء لكل البشرية. اجتمعت محبة الله المحب الذي يحبنا فأراد أن يرحمنا مع عدل الله العجيب ليقدم لنا الغفران. فالخاطي موتا يموت، ولكن من الذي دفع الموت حسابا عنا؟ الرب يسوع. ولماذا مات عنا؟ لأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى الموت، موت الصليب. قبل الصليب كانت البشرية في صورة موت، يوم أن تخطئ موتا تموت. وبإنسان واحد دخلت الخطية، وبالخطية الموت، واجتاز الموت في الجميع إذ أخطأ الجميع. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم بها بحسب ظهر هذا العالم، بحسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. كانت الخطية البشرية في صورة موت، وكانت البشرية في صورة انفصال عن الله، انفصال عن الله. لأن الخطية موت والله حياة، الخطية كره والله حب، الخطية نجاسة والله قدوس، الخطية ظلمة والله نور. يعبر عن هذه العبارة يقول: هو ذا يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، أذناه لم تثقل عن أن تسمع، لكن آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم حجبت وجهه عنكم لكي لا يسمع. البشرية كانت في صورة لعنة، مش بس موت وانفصال عن الله، ده ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت ليك، ولما تلعن الأرض تنبت ليك ألم ومرارة. وملعون أنت من الأرض تائها وهاربا تكون كل أيام حياتك. واللعنة إن الإنسان يفقد سلامه ويفقد طمأنينته، فيكون تائها وهاربا كل أيام حياته.
لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما كتب في الناموس ليعمل به. كانت البشرية في صورة موت، في صورة انفصال عن الله، في صورة لعنة، في صورة عار وعري، لأن البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. آدم آدم أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فالعري عار، وصرنا في صورة العري والعار والموت واللعنة والانفصال عن الله. لكن الله رحيم غفور. إلهنا إله غفور. اسمع يا شعبي، أنا هو الغافر ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أعد أذكرها فيما بعد. قد محوت كغيم آثامك وكسحابة خطاياك. عشان كده ميخا النبي يقول له: من هو إله مثلك؟ إله غفور يغفر الإثم ولا يذكر الزلات، يعود فيرحمنا ويطرح في أعماق البحر خطايانا. داود النبي اللي حاسس بخطاياه وعارف الرب الإله الغفور: ارحمني يا الله ارحمني، لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك، لأني إليك رفعت نفسي، لأنك إله صالح غفور ورحيم. إلهنا إله غفور. ده نحمية رجل النجاح يقول للرب: أنت إله غفور حنان رحيم طويل الروح وكثير الرحمة. لذلك نقول: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني، لأنه يغفر جميع ذنوبك. الرب إلهنا إله غفور، وجميعنا نحتاج إلى الغفران، لأن كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد في طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. كما هو مكتوب: ليس بار، ليس ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وكان التقرير يوم أمسكت المرأة في ذات الفعل، الرب قال: إن من كان منكم بلا خطية فليرجمها أولا، فليس أحدا منا بلا خطية. الرب إله غفور، وكلنا نحتاج إلى الغفران، وهو وعد لنا بالغفران. يوم بدأنا بأول خطية بدأ هو بإعلان الغفران. نسل المرأة يسحق رأس الحية، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ربنا لما أخطأنا إله غفور، وكلنا نحتاج له الغفران، بدأ يقدم لنا إعلان والوعد بالغفران في ملء الزمان. ويعبر أرميا عن هذا الزمان ويقول: في تلك الزمان وفي هذه الأيام يطلب اسم شعبي فلا يوجد، وخطاياهم لا تكون، لأني أكون إله غفور أصفح عن آثامهم التي أخطأوا بها إلي وعصوا بها علي. إله غفور، إله غفور. يكتب عنه يوحنا الحبيب: أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفر لكم الآثام من أجل اسمه. غفر لكم الآثام من أجل اسمه. إله غفور وعدنا بالغفران في شخص الرب يسوع. عشان كده لما أنزلوا الرجل المفلوج من السقف قال الرب: مغفورة لك خطاياك.
فقالوا: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فقال لهم: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: احمل سريرك وارجع إلى بيتك. إلهنا إله غفور يغفر لنا خطايانا في شخص الرب يسوع. كان الله في المسيح مصالحا لنفسه العالم، غير حاسب لهم خطاياهم. أرسل الله ابنه إلى العالم ليخلص به العالم وليحيا به العالم. عشان كده كان في شخص الرب يسوع الله الظاهر في الجسد غفران الخطايا، غفران الخطايا. فليكن معلوم لكم أيها الإخوة، أيها الرجال الإخوة، أنه بهذا الاسم ينادى لكم بغفران الخطايا. هذا أقامه الله رئيسا ومخلصا ليعطي لشعبه غفران الخطايا. حمل الرب يسوع في نفسه خطايانا على الصليب كما كان يحملها الحمل المحرقة، فكان يحمل الخطية دون أن يخطئ، ويسفك دمه خارج المحلة لكي يموت عوضا عن الخاطي تماما. هو ده اللي عمله الرب يسوع. حمل الرب يسوع خطايانا، وهو القدوس البار الذي ليس في فمه مكر ولا غش. من منكم يبكتني على خطية، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. قدوس وبار، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها ليحمل عنا خطايانا. حمل لنا الخطية، ولكن الخطية لها حساب. بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، والخطية لها نتيجة، لأن أجرة الخطية موت، والخطية لها ثمار، لها العري ولها العار ولها اللعنة ولها الانفصال عن الله. وبدأ الرب يسوع على الصليب مذبح الغفران ليحمل عنا كل هذه، ليقدم لنا غفران الخطايا. بدأ يقدم لنا دمه، مسك الكأس وشكر وأعطى التلاميذ: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لغفران الخطايا. عشان كده بدأ الرب يسوع يقدم لنا في البداية دمه حسابا لهذه الغفران، لغفران خطايانا. ويعبر عنا في هذا التعبير ان دم يسوع المسيح بدأ يسيل من كل جزء من جسده ليغسل خطايانا التي بدأ يحملها حمل الله على الصليب، فيطهرنا من كل خطية ومن كل اسم. مش بس يقدم لنا خطايانا، اقتنانا بدمه، لأنه اشتريتم لا بذهب ولا بفضة بل بدم كريم، دم حمل بلا عيب، ليغفر الخطية ويقتنينا لله أبيه. دفع حساب الخطية دمه، ودفع ثمار الخطية، دفع اللعنة ودفع العار والعري. دفع اللعنة لأنه افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه ملعون كل من علق على الصليب. ودفع عنا العري إذ عري 3 مرات قبل أن يعلق على الصليب، حينما جلدوه وحينما حمل صليبه وحينما علق على الصليب. واحتجب عنه وجه الآب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وصار الرب يسوع يحمل عنا
كل ثمار الخطية، أجرتها ونتائجها وحسابها حتى الموت، حتى قال في يديك استودع روحي، وبدأ يحمل الموت عنا. عشان كده كانت أول عبارة على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم. اغفر لهم لماذا؟ قد كملت النبوات، قد كمل الآلام، دفعت الثمن دمي، أخذت أجرة الخطية الموت، قد كمل كل الحب، كمل كل الطاعة، كمل كل الخضوع. العمل الذي أعطيتني لأعمله قد أتممته، لذلك اغفر لهم خطاياهم. فكان الصليب مذبح للغفران. حمل خطايانا في جسده، وكنا فيه ليغسلنا ويغفر لنا آثامنا وخطايانا. فإن كان الرب يسوع قد مات عن خطايانا، فكيف حتى الآن نعيش في الخطية؟ إن كان الرب يسوع قدم لنا الغفران لكي لا نعود بعد نستعبد للخطية، فكيف حتى الآن نحن في خطايانا ونمسك بشرورنا وبأثامنا؟ الرب مستعد حتى إلى هذه اللحظة وحتى نهاية غربة الأيام، لأنه وضع لنا دمه عهدا مقدسا على المذبح، يعطى لنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. كنا في المسيح ليغفر لنا خطايانا، وما زال حتى الآن نحن في المسيح ليغفر لنا خطايانا، لعلنا نتوب ونرجع إلى الرب الإله. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، ويرجع إلى الرب فيرحمه، وإلى الله إلهنا لأنه يكثر الغفران. الرب على الصليب يأمر الآن جميع الناس أن يتوبوا، متغاطيا عن أزمنة الجهل. فالرب قدم الغفران لنتوب عن خطايانا، قدم الغفران لنرجع إلى حضن أبينا السماوي، دفع الثمن دمه على الصليب ليقتنينا لكي نكون ملكا لله وليس ملكا للشر وملكا للخطية. مهما كان بعدنا ومهما كان شرنا، فالرب مستعد أن يقبلنا. حتى لو أنكرنا مسيحنا، الرب إله غفور. حتى لو بعنا مسيحنا، لا نيأس أبدا، الرب إله غفور. حتى لو نسينا قلنا مبارك الآتي باسم الرب، ثم عدنا وقلنا أصلبه بأعمالنا، الرب إله غفور، يريد أن يرحمنا، يريد أن يرجعنا إليه. لذلك ينادي على كل نفس أن ترجع، فهو ذا حساب الخطية قد دفع، وعقاب الخطية قد تم على الصليب. ما علينا سوى العودة والرجوع إلى حضن أبينا السماوي. وإن كان هناك توبة فهناك اعتراف. والرب قال هذه العبارة: هذا هو الكلام الذي قلته لكم وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم عني جميع ما كتب عني في الناموس والأنبياء، أنه ينبغي للمسيح أن يتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، وينادى باسمه بالتوبة وغفران الخطايا. وبعد ذلك كيف تغفر الخطايا بدون اعتراف؟ فإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. عشان كده فرصة للعودة وفرصة للاعتراف، فرصة لكي نرجع إلى حضن أبينا السماوي. الرب أعطى الغفران لكي نتعلم أن نتوب ونرجع ونغفر بعضنا لبعض.
اغفروا يغفر لكم. فإن كان الرب يعود فيقبلنا، علينا أن نقبل بعضنا لبعض. ما يمكن اللي أخطأ فيا ما يستحقش، ونحن لا نستحق أن نرجع إلى حضن أبينا. لقد صنع بي كثيرا، ولكن الرب دفع كل حساب بما صنعناه معه. عشان كده إن كان فرصة للعودة وفرصة للاعتراف، فهي فرصة للمصالحة بعضنا مع بعض. إن غفرتم بعضكم لبعض زلاتهم يغفر أبيكم السماوي أيضا خطاياكم وزلاتكم. عشان كده تصير لنا أحداث الغفران توبة واعتراف ومصالحة بعضنا مع بعض. حتى لو كانت المصالحة أمر عجيب وغريب، فأمر عودتنا إلى حضن أبينا السماوي أمر عجيب وغريب، لكن المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء وترجو كل شيء. الصليب مذبح الغفران، وضع عليه حمل الله المسيح إلهنا الذي حمل عنا خطايانا ليضع ذاته غفرانا لآثامنا، فيغفر لنا خطايانا لنتعلم أن نتوب ونرجع إلى الرب ونسامح بعضنا لبعض. المجد الله دائما أبديا آمين.